تفاصيل محاولة اعتداء واغتصاب التجمع. أوبر اعتداء على سيدة التجمع واغتصابها وتهديدها تحت سائق أوبر التعدي على سيدة وطروعها بسلاح أبيض. السيدة متزوجة ومعها ولد. اتكلم عن حادثة حصلت يوم الأحد الماضي، كانت لسيدة من أوبر وحاول التعدي عليها واصطحابها لإحدى المناطق. تعالوا نتعرف على الواقعة وإيه التفاصيل بتاعتها. تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكوا الجديد مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة طالبة أوبر، أخت السيدة هي اللي بتروي الحكاية، وبتقول إن هما كانوا رايحين فرح في زايد، بس أنا كنت تعبانة جدا فما قدرتش إن أنا أروح مع أختي. وأختها كمان كانت رايحة المشوار ده، كان طويل جدا عليها من التجمع لزايد، مشوار طويل جدا. فقالت لها بدل ما تاخدي العربية بتاعتك وتسوقي وتروحي وتيجي بيها والمشوار طويل عليكي جدا، ايه رأيك نطلب اوبر؟ قالت لها خلاص انا هطلب اوبر. بس هي جت تطلب من عندها من التليفون بتاعها الابليكيشن فيه مشكلة. فراحت اختها قالت لها انا هطلب لك من التليفون من عندي وهتابعك بيه. فطلبت لها من الابليكيشن اللي على تليفونها، وبتقول ان انا طلبت اوبر وردوا علي طلبت اعلى عربية، يعني اعلى عربية في الماركة والجودة بتاعتها. طلبت اعلى عربية، التقييم بتاعها عالي جدا. لما طلبت السواق بعت قال لها تدفعي فيزا ولا هتدفعي كاش؟ هي قالت له انا هدفع فيزا. قال لها كلميني على الرقم ده وبعت لها الرقم. بتحكي وبتقول احنا طبعا خدنا الرقم واحنا مش خبرة ان احنا هنعرف يعني نتعامل مع اوبر قوي، مش خبرة فيه قوي. فهي خدت الرقم اللي هو بعته لها، فاتصلت على الرقم فلقيت واحدة ست بترد عليها، فهي افتكرت ان هي طلبت رقم غلط او اللي اداهولها السواق ده رقم فيه غلط او حاجة. اتصلت على ناس تانية فراحت قافلة السكة على طول. قالت لها اسفة الرقم اللي طلبته غلط. فراحت قافلة السكة معاها. تقول مفيش دقيقتين 2 لقيت السواق بعت رسالة بيقول لقد وصلت. بتقول احنا غلطنا ان احنا اتصلنا على الرقم، والمفروض اوبر كان يشوف الرقم دوت ويمسحوا فورا الرقم اللي هو بعته. فقالت لاختها يلا انزلي، اوبر خلاص وصل، انزلي واركبي على طول وانا هتابعك بالتليفون. بتقول اختها نزلت وركبت، وبعد 5 دقايق لقيتها جايلها رسالة بتقول لها الرحلة ابتدت. بتقول بعدها تاني ان اختها اتصلت بيها وقالت لها ممكن تلغي الرحلة. فردت عليها قالت لها لا طبعا ما ينفعش ان انا الغي الرحلة. قالت لها صح عندك حق لان المشوار طويل ومش هينفع ان احنا نقول له نلغي الرحلة. قالت لها ليه عايزة تلغي الرحلة؟ قالت لها لان هو طلب ان الفلوس تتحول له على المحفظة، عايزها كاش. هما متفقين معاه من الاول ان هما هيدفعوا فيزا. فهو بعد ما طلع الرحلة بتاعته فقال لها انا عايز الفلوس تتحول على المحفظة كاش. اوبر بقى شغال عصابات اليومين دول. انا مش عارفة ايه حكاية اوبر مع الناس ومع الستات بالذات، ليه بيعمل كده؟ والناس اللي شغالة في اوبر ما بيتابعش الناس ديت، ما بيتحرش عنها، هو بيشغل وخلاص. ازاي يعني اللي بيحصل دوت؟ مرة حبيبة ومرة سيدة التجمع، ومرة في ناس كتير حصلت لها حوادث من اوبر. احنا مش عارفين الابليكيشن دوت هيودي الناس لفين. المهم بعد ما اتكلمت مع اختها وقالت لها هو عايز الفلوس على المحفظة او عايزها كاش، فقالت لها انا مش هقدر الغي الرحلة. وغير كده بدأت الأختين بدأوا يتكلموا مع بعض بالإنجليزي علشان يعني شوف الرقي بتاعهم هما الاتنين مش عايزين يحرجوه، وهما بيتكلموا قدامه ويقولوا نلغي الرحلة ولا ما تدلوش كاش، لا اديله زي ما احنا متفقين، يعني الكلام ده. يعني هما مش عايزين يخلوه هو يحس بإحراج. يعني شوف الرقي بتاعهم لحد فين. ده طلع مش بني آدم ان هو يتآمن على روح تبقى معاه في العربية. يعني المفروض اوبر الشركة دي نفسها تتحرى عن الناس اللي شغالة معاها وتكشف لهم اول باول، لان في ناس كتير فيهم
اللي بيتعاطى مخدرات واللي عنده حالة نفسية. يعني في ناس كتير طبعا بتبقى تعبانة بطبيعة الأمور، لكن المفروض هو يتحرى، ما يشغلش أي واحد كده مجرد إنه عايز يشتغل أو معاه عربية بيشغلها معاهم وهو سواق عليها. ما ينفعش طبعا الكلام دوت. احنا هو مش بيلم فلوس وخلاص، ده هو بيبقى معاه أرواح ناس لازم يبقى مؤتمن عليها من السواقين اللي طالعة بيهم. المفروض السواق دوت يبقى 10/10، مش اي سواق وخلاص يطلع بالارواح ديت ويحصل مشاكل ويحصل حوادث. يعني الشركة سمعتها باظت بالناس اللي شغالة فيها. الناس اللي شغالة فيها بوظت سمعة الشركة. بعد كده محدش هيركب تبع اوبر، هيخافوا ان هم يركبوا يتعاملوا مع اوبر. الناس هتخاف تتعامل مع اوبر، مع ان في ناس في اوبر محترمة جدا، ولاد ناس جدا، لكن للأسف الوحشين اللي في اوبر بيبوظوا سمعة الناس الكويسة. اوبر بقاش حد يأمن له، ما بقاش حد يأمن لأوبر. المفروض في تحريات وفي كشف يعني دوري يبقى ليهم، وتشوفوا كويس، والأسلوب الكويس والتقييم بتاعه عالي وكويس، خلاص يشتغل. اللي تقييمه زي الزفت دوت يعني تمشوه من الشركة خالص. المهم قعدوا يتكلموا كلام انجليزي مع بعض عشان ما يحرجوش السواق. فطبعا لقيت مفيش 10 دقايق بتقول الرحلة لقيتها اتلغت. وطبعا الرحلة ما تنفعش تتلغي من غير ما هي اللي تلغيها من عندها. جايلها رسالة ان الرحلة اتلغت. ومعروف طبعا ان اي حاجة بتحصل بيبقى التليفون اللي هو طالب من عليه اوبر هو اللي بتيجي عليه الرسائل، وهو اللي ممكن يلغي، وهو اللي بيبقى متابع في الطريق الشخص التاني. جات الرسالة ان الرحلة اتلغت، يبقى حد تاني لغاها غيرها هي، يعني اتلغت من عند السواق. مش ممكن هتتلغي من عند السواق او من الشركة غير لما لازم هي اللي تلغي الرحلة من تليفونها. وده طبعا هنا يعني عليها علامة استفهام. فهنا يعني هي قلبها اتوغوش وحست كده ان في حاجة بتحصل. طبعا البنت كانت مخضوضة جدا على اختها، وخافت يكون حصل لها زي ما حصل لحبيبة. ما دلوقتي بقينا نخاف، ولو حصل في الامور امور وانت يعني راكبة اوبر اتأخرت شوية او تغيير خط سيرك اتغير شوية، فالاهل بيقلقوا لانهم بيبقوا متابعين بالتليفون طبعا اللي مطلوب منه اوبر. اذا كان مثلا هم طالبين او انت طالبه يعني وخط السير اتغير، فالواحد بيقلق وبقى يخاف من كتر الحوادث اللي بيشوفها من تبع اوبر. بعد شويه لقيت حد بيكلمها وبيقول لها انا وصلت، انا تحت البيت. لقيت حد بيكلمها تاني من الشركه وبيقول لها انا تحت البيت. فبالتالي هنا يعني اللي جه الاولاني وخد اختها ده ايه؟ ما كانش من اوبر؟ ازاي يجي واحد ياخد واحدة وهي طالبة اوبر ويمشي بيها، وبعد شوية يجي واحد تاني يقول لها انا تحت البيت وانا جاي من شركة اوبر؟ يعني ازاي يعني في لغز هنا في الموضوع. فهي قالت له شكرا، انا اختي واحد تبع اوبر وخدها وراح يوصلها المشوار بتاعها. قال لها ازاي؟ انا اللي طالبينه وانا جيت وتحت البيت. قالت له ازاي يعني؟ قالت له كذا واحد يتصل بيا ويقول لي انا تبع اوبر، انا عايز اعرف اختي اتخطفت. قال لها طب ازاي يا فندم؟ وقعد بقى يعني يتكلم بصوت عالي، وان هو يعني ازاي يحصل كده؟ طب انا اللي جاي من تبع اوبر، طب قولي لي هو مين، طب مش عارف ايه، طب مين ده، عرفيني مين ده. قالت له اعرف ازاي؟ انا كده اختي اتخطفت، انت بتقول انت جاي تبع اوبر، والمال اللي جه خدها ده ايه؟ ازاي؟ اتضح ان هو مش تبع اوبر، واللي هو جه خد السيدة الاولاني ومشي بيها ده مش تبع اوبر خالص، ده تبع الراجل اللي هو جه وقال لها ده انا موجود تحت البيت. فقالت له انا اختي اتخطفت. فالاتنين تبع بعض، دي عصابة ومتفقين مع بعض ياخدوا الزباين يعملوا فيهم اي حاجة وياخدوا صيغتهم، ياخدوا فلوسهم، ياخدوا اي حاجة.
يعني الشخص اللي جه التاني علشان ياخد السيدة دي ولقاها ركبت مع واحد اللي هو خدها الأول، اتفق مع اللي هو الأولاني، عاملين كده يعني اتفاقية مع بعض إن ده هيوصل لدوت وخارج أوبر وياخدوا الزباين يعملوا اللي يعملوه فيهم بقى. يعني عصابة بمعنى أصح، دي عصابة وشغالة بالنظام ده. فجت قالت له كده أختي اتخطفت، بتقول أنا كنت رايحة مشوار وسايقة العربية، بتقول أنا لما كلمني وقال لي كده أنا أغمى عليا، حسيت إن أختي هيحصل لها زي ما حصل لحبيبة بالظبط. اللي حصل بقى لأختها إن السواق مشي بيها، وبعد ما مشي بيها خدها في مكان مقطوع ووقف العربية. أنا عطشان. قالت له طيب، قال لها بس إزازة المية أنا حاططها إيه ورا في شنطة العربية. قالت له خلاص انزل هاتها. نزل يجيبها وراح فاتح العربية، الشنطة بتاعت العربية فاتحها وسايبها مفتوحة، ولف من الناحية التانية وراح مطلع القطر علشان يهددها بيه. قال لها شايفة القطر ده انا هموتك بيه، انا هقطعك بيه، انا هقطع بصي مش هخلي حتة في جسمك سليمة. قالت له انت عايز ايه؟ قال لها انا هموتك وهرميكي هنا. طبعا تعبت في العربية، بتقول اعصابي ثابت وجسمي اتخدر، ما بقتش قادرة اتحرك خالص لما سمعت ان في واحد تاني من اوبر، امال الاولاني دوت يبقى مين؟ فانا طبعا ما كانش فيا اعصاب خالص، وحسيت ان اختي هتبقى زي حبيبه، كده اختي اتخطفت وهتتقتل. جالها تليفون من ناس ان في واحده لقيوها مرميه وسايحه في دمها، بس هي مش مغمى عليها، فايقه شويه وبتتكلم بس مش قادره تتكلم. طبعا سايحه في دمها وجسمها متقطع ومتبهدله وشعرها متقطع. هو جه يضربها بالقطر وبقى ماسكهولها ويهددها بيه. ربنا اداها القوة والعزيمة ان هي تمسك القطر. يعني شوفوا القطر دوت حاجة يعني حامية جدا، حاجة حامية جدا. مسكت القطر او السكينة اللي معاه، فراحت ماسكاها من الناحية اللي هي الحادة، اللي في جزء كده في السلاح بيبقى ناحية كده ايه يعني مش حامية قوي، وفي ناحية بتبقى تخينة شوية كده ممكن ما تعورش قوي. مسكتها، ربنا اداها القدرة ومسكتها، وفضل الدم يسيح من ايديها وايديها بتقطع وهي ماسكاها، وبقت تضرب فيه بالرجل كده علشان ما تخلوش يقرب منها. هو انت دمك سايح وعماله ماسكه القطر بالشكل ده؟ ازاي ماسكاه كده وانت دمك سايح؟ يعني كل اللي همه كله في الموضوع ان هي ماسكه القطر ودمها سايح. يعني دي قدرة ربنا سبحان الله، ربنا مش رايد لها ان هي تتبهدل. وفي نفس الوقت لقيت السواق الكرسي اللي قدام اللي هو بيقعد عليه لقيته مرجعه لورا خالص، فرده اكنه ايه سرير، مستعد ان هو بقى حاطط حاجه في دماغه هينفذها، وعامل كل الحاجات ديت على اساس هينفذ الموضوع اللي هو عايز يوصله في دماغه ان هو يغتصبها. فربنا اداها القدره وقدرت تتخلص منه، يعني من ان هو يعمل فيها حاجه وحشه. وفضلت ماسكه السلاح ودمها سايل، وطبعا بتديله بالرجل في بطنه لحد ما زقته من العربيه وقعته بره. خدت بعضها وراحت نازله تجري في قلب المكان المقطوع ده، مكان زي صحراء، زي مكان واسع كده مقطوع ما فيهوش ناس يعني ولا رجل كتير ولا عربيات كتير. ما هو اللي عايز ينفذ جريمه بيروح حته محدش يشوفه فيها اصلا. فقدرة ربنا يجي مقطوره فيها اتنين، السواق والتباع بتاعه اللي هو بيقعد جنبه. وقفت قدام كده شويه، لقيت الست ديت نازله تجري من العربيه ودمها سايح وبتجري في المكان ده. فراحت العربيه واقفه قدام العربيه اللي واقفه. السواق اول ما جه وشاف العربيه وقفت راح رمي الموبايلات بتاعتها ورمى الشنطه بتاعتها في الارض، وراح واخد بعضه وراح ماشي جري بالعربيه بتاعته. فالست طبعا وقعت على الارض ودمها سايح، شعرها متنعكش ومتقطع من كتر ان هو بيشد فيها والضربات وكده وهي بتقاوم قصاده. فنزل السواق ونزل التباع، جابوا لها لقيوها بالمنظر ده، جابوا لها البطانيه ولفوها بيها، هدومها طبعا متقطعه، لفوها بيها وهي ملفوفه بيها عماله يعني مش بتفكر في نفسها ودوني مستشفى او ودوني مكان علشان دمي سايح، لا بتفكر
قلت لهم امسكوا السواق لا يجري، امسكوا السواق لا يجري، هاتوا السواق. بس بتتكلم بطريقة طبعا ايه، مش قادرة تطلع صوت. المهم السواق جري، فالناس ديت قالوا لها طب نعمل لك ايه، طب نوديكم مستشفى، طب هاتي. اديتهم طبعا تليفون اختها، رنوا عليها قالوا لها اختك لقيناها موجودة في الحتة الفلانية، احنا نعمل فيها ايه دلوقتي، هنوديها مستشفى ولا نشوفوا انتوا هتعملوا ايه؟ قالت له طيب. اول ما عرفت ان اختها قالت له طب هي عايشة ولا ميتة؟ قال لها لا ما تقلقيش، هي عايشة وكويسة وكل حاجة. مرضوش يخوفوها ان فيها حاجة يعني. ودوها مستشفى. ففي عربية جاية ملاكي فيها 2، فراحوا موقفينها. قالوا له الست ديت طبعا احنا مش هنعرف ناخدها معانا في العربية ديت، فياريت بعد اذنكم توصلوها لأقرب مستشفى، واهلها اتصلوا باهلها وهيجولكم هناك. فالراجل طبعا شاف المنظر وشاف الست كده، فطلعها على العربية. فهي خايفة تروح معاهم اصلا، مش مدية الامان في الوقت ده لحد بقى من اللي حصل لها. هي خايفة تروح معاهم، فقالوا لها يا ستي ما تقلقيش، انت في امانة ربنا معانا وما تقلقيش، احنا هنوصلك لمستشفى وهنتصل باهلك. ركبوها معاهم، وطبعا التباع هو والسواق ربنا يجازيهم خير على اللي هم عملوه معاها. قال لهم احنا برضو مش هنخليها تروح معاكم كده، احنا هناخد رقم تليفونكم وهناخد نمرة العربية، بحيث برضو ان احنا نطمن عليها ونطمن اهلها. فالناس وافقت ورحبت، مفيش اي مشاكل، لان هم ناويين خير مش ناويين شر. وخد السواق نمرة العربية وخد رقم تليفون الناس، وده طبعا لاختها، وقال لهم هيروحوا بيها المستشفى وهيوصلوها وهتشوفي انت طبعا ايه، هتتواصلي معاهم وتشوفي في انهي مستشفى. فهي طبعا قعدت تشكر في الناس ديت، قالت زي ما في شر في الدنيا في خير في الدنيا، وفعلا في شر في الدنيا كتير وفي خير اكتر، بس للأسف الشر غالب على الخير، مش مبين الخير، مش مبين الناس الطيبة، الناس المحترمة. يعني الناس اللي هي بالاشكال اللي زي السواقين اوبر، اللي هي في سواقين محترمة في اوبر، في سواقين كتير محترمة، وفي سواقين ما عندهمش أمانة ولا ضمير بين الناس اللي هم بيوصلوهم. المفروض يعني ده يتحاسب، وشركة أوبر المفروض تتحاسب إنها بتشغل أي حد. يعني يا ريت شركة أوبر دي أصلا تتلغي، هو يتقطع عيش ناس كتير، بس حرام اللي بيحصل في الناس، حرام اللي بيحصل في الناس. كل يوم نسمع عن حد رمى نفسه من عربية أوبر، سواق أوبر اعتدى على واحدة. يعني حرام اللي بيحصل ده برضه. الشركة ديت لو ما كانتش هتشوف، لو مش هتشوف شغلها كويس مع الناس اللي بتشتغل عندها، يبقى تتقفل أحسن، وبلاش المشاكل اللي بتحصل دي منها. اللي معايا الموضوع دوت يكتب لي في التعليقات موافق ان اوبر تتحاسب والشركة تتقفل بسبب كل المصايب اللي بتحصل دي والناس اللي بتشتغل فيها، لان حرام اللي بيحصل ده في البني ادمين. مش كل واحدة، يعني احنا بنتصل بأوبر على اساس انها امان، لكن اوبر مش امان خالص، محدش يأمن على نفسه ولا على عياله. اوبر ما بقتش امان يا جماعة. طبعا راحت المستشفى، واختها طبعا راحت هناك وشافتها في الحالة ديت، لقيت جسمها كله متقطع وعند الرقبة، وبس مش مدبوحة، متعورة، وفي تقطيع كده في ايديها مكان القطر، في تقطيع كتير، دمها سايل، طبعا دم كتير نزل. طبعا جات لها حالة هستيرية من المنظر واللي حصل لها، يعني ده كتر خيرها، دي كانت ده هي ماتت من قبل ما يقرب لها. يعني هي المفروض كده يعني اعصابها راحت انتهت نفسيا من اللي شافته في الواقعة دي. فحرام انتوا كده بتدمروا الناس كده بتتدمر. فالناس مش ناقصة، والله الناس مش ناقصة يا جماعة اللي بيحصل فيها ده. اوبر لازم تتحاسب، والناس اللي في اوبر اللي بتعمل كده لازم تتحاسب. فالمهم اللي هي خلاص راحت المستشفى وبتتعالج، والشرطة جابت سواق اوبر في اقل من 24 ساعة.
مشكورة الشرطة المصرية يعني على مجهوداتها. الشرطة بتاعتنا شرطة واحد بصراحة مش عارف يشكرهم ازاي، انهم بيعملوا مجهودات عالية جدا على ما بيوصلوا للحقيقة او بيوصلوا للجاني. بيعملوا مجهودات عالية جدا. بقت المجهودات بتاعتهم كمان سريعة جدا، يعني بقوا يدوروا ويجيبوا الجاني في وقت قصير جدا. مبقاش الوقت يطول زي الأول، لا الجاني بقى على طول يقبضوا عليه. وإن شاء الله هتتم محاكمته، إن شاء الله سواق أوبر هتتم محاكمته. عايزين أقصى عقوبة لسواق أوبر واللي زيه. كل واحد تسول ليه نفسه إن يعمل حاجة في واحدة ست يعتدي عليها أو يغتصبها. ربنا يحفظنا وربنا يشفي سيدة التجمع ويحفظ أولادنا وأولاد المسلمين من كل شر يا رب. أتمنى اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.